وانت في الجامعه من اهم الحاجات اللي ما ينفعش تفوتك هي التدريب الصيفي. لسه التدريب الصيفي ان هو بيقربك من سوق العمل وانت في الكليه، بيخليك تطبق عمل اللي درسته في الكليه ايا كان كليتك ايه، وطبعا بيديك خبره في التعامل مع الناس اللي في سوق العمل، بيخليك تحتك بناس اكتر خبره منك، فبالتالي تقدر تاخد منهم نصايح وخبرات. طب يا ندى ازاي نلاقي تدريب؟ في كذا طريقه، منهم الستودنت اكتيفيتيز بتاعتك اللي جوه الكليه، الشركات بتستعملهم كوسيله للاعلان عن الانترنشيبس اللي الشركه عاملاها. انت بتروح للستودنت اكتيفيتي دي وتملى ابلكيشن التقديم، وبيتعمل لك انترفيو، وبالتالي تقدر تدخل التدريب بمنتهى السهوله عن طريق لينكد ان جوبز. بتخش على خانه الجوبز، بتختار من الاكسبيرينس ليفل انترنشيب وتدوس ابلاي وتحط السي في بتاعك. وبالمناسبه عمل السي في مش معضله زي ما انت فاكر، خصوصا لو انت في الكليه. السي في بيبقى بسيط وانت في الكليه لان ما عندكش خبرات كتير، انت بس بتقول في السي في ايه الهدف من تقديمك للانترنشيب دي وايه اللي انت عايز تتعلمه منها. ممكن تحط مثلا فولunteer اكسبيرينس او حاجات بسيطه، او تحط مثلا شويه سوفت سكيلز عندك. في وسيله ثالثه بقى وهي المعارف. لو حد قريبك مثلا تعرفه شغال في شركه معينه، ممكن لو شركته بتعمل انترنشيب معينه ياخدك للانترنشيب دي. ايا كانت الوسيله ما ينفعش ابدا تفوت فرصه التدريب الصيفي، وكمان هي بتضيف لك قوي قوي في السي في، خصوصا لو انت حديث التخرج، لان انت ما بيكونش عندك خبرات كتير الا خبرات التدريب الصيفي. وعلى فكره في انترنشيبس بتاخد منها مرتب كمان، لان هم بيخلوك تعمل خدمات في الشركه، بالتالي بتاخد فلوس على الخدمه دي. يعني من الاخر كده كانك شغال بارت تايم. قولوا لي كمان حابين اتكلم عن ايه تاني؟ بس كده، سلام عليكم.